بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. من قناتنا سيرة قديسين وشهداء وآباء نقدم لكم اليوم سيرة قديس معاصر، هو قديسنا المحبوب مثلث الرحمات الأنبا كيرلس مطران ميلانو إيطاليا، وهو النائب البابوي لأوروبا. ولد القديس باسم حليم ناشد أثناسيوس بسوهاج في 15/10/1952، وله من الإخوة 6 أولاد وبنتين. المهندس حليم اللي هو نيافة الأنبا كرولوس حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة المنيا عام 1977. ترهب بدير البراموس في 11/6/79 باسم الراهب كيرلس البراموسي. انتدب لخدمة الشباب والقرية بإبراشية المنيا. تم صيامته قسا في 27/2/1980، ثم رقي لدرجة القموسية في 25/5/1981. تم صيامته اسقفا عاما في حبرية المتنيح البابا شنودة الثالث في 22/6/1986. كان أسقفا عاما مساعدا للأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبو قرقاس حتى عام 1990. بعد مشاكل حدثت معه في المنيا عام 1991 انتدبه قداسة البابا شنودة للإشراف على ديرنا القبطي في ميلانو بإيطاليا، بجانب خدمته في القاهرة والبلدان الأخرى. مع قداسة البابا شنودة تم تجليسه أسقفا على ميلانو بإيطاليا 2/6/1996، فعين نائبا بابويا على كل أوروبا بيد صاحب القداسة البابا تودروس. ونشر هذا القرار البابوي في 28/12/2012 في مجلة الكرازة برقم 12/2013. ترقى للخدمة فعين مطرانا لميلانو في فبراير 2016. أبينا الأنبا كرولوس لمن لا يعرفه هو طفل مدعو من بطن أمه كصموئيل، فمنذ حمل الوالدة به ظهرت لها السيدة العذراء في حلم لتعطيها صليب وأيقونة، لتعطي واحدة منهم لجارتها وهي والدة الأنبا كرولوس رئيس دير ماريمين العامر، وقالت لها إن الذي في بطنها للرب. كان أبينا الأنبا كرولوس طفل حلو شهي المنظر، ساخي وديع ومحب، له رهبة إلهية ومشرق جدا لدرجة إن والده أطلق عليه أيضا اسم منير لوجهه المنير. طفل مرغوب من الكل، تشتهيه كل نفس ولا تشبع منه منذ صغره، وهو ممتلئ بروح الله الساكن فيه. كان طفل مطيع محب لإخوته وخدوم جدا. كان يتسم بالهدوء والمواظبة على الكنيسة والقراءة في الكتب المقدسة. عندما وصل لمرحلة الشباب وانتقل من سوهاج للمنيا لتكملة الدراسة، ابتدأ الخدمة هناك في المنيا، وظهرت لهم هناك قامته الروحية من خدمته وقدرته على ربح النفوس والتأثير في كل من يقابلهم، حتى في الجامعة مع الجماعات المتشددة وقت ذاك، وتشجيع أخواته. أبينا الأنبا كرولوس طيلة حياته لم يعمل في شيء بمقابل مادي مطلقا، لم يأخذ شيء له مطلقا من أي عمل قام به. كل اهتمامه كان خدمة الرب فقط لا غير. كان يملك استنارة روحية وشفافية عالية جدا. كان طاهرا نقيا مليء بجميع الفضائل. كان شفيعه ومثله الأعلى البابا كريلوس، وترهب باسمه وفي قلايته، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالقديس الأنبا شنودة.
كان يقضي أيضا معظم وقته في الدير هناك ليخدم. وفي شبابه أيضا كانت والدته تبحث عنه، فدخلت الغرفة التي كان قد عملها مسبحا للأسرة للصلاة بها، فكان واقف يصلي ومعه الأنبا شنودة، فأغلقت الوالدة الباب وخرجت بصمت. كانت علاقته أيضا بالسيدة العذراء وثيقة جدا، فكانت أمه الروحية في كل ما يفعل، حتى عند تزكيته لمنصب البابا بعد قداسة البابا شنودة حدث حوار بينه وبين أحد بناته، عندما كانت فرحة بأنه سيكون البابا ويمكث في القاهرة معهم، فقال لها حرفيا بأن الماما مش عايزة، وعلمت السيدة أنه يتكلم عن والدته العذراء وأنها لا تريد أن يكون البابا القادم. أيضا في معجزات حدثت مع آخرين كان وجودهم مرتبط بالسيدة العذراء. عاش حياته كلها لخدمة المسيح وأولاده، لم يقتني لنفسه شيئا قط، لم يحب المظاهر والزهور قط، لم يشير بأصبع اتهام لأحد قط، رغم كل من تسببوا في متاعب شخصية له. لم يحمل في قلبه كرها لأحد قط. كان يهتم ويجتذب النفوس للمسيح، كان يهتم بالنفوس التي لا أحد لها، كان يهتم بالفقراء والمحتاجين، كان مخصص 25% من دخل إبراشية ميلانو للفقراء والجمعيات في مصر. كان يعمل مشاريع عمل لأشخاص أصحاب مهن أو مهارات أو أشخاص بحاجة لدخل مادي. كان أب لكل شخص يقابله، لم يفرق قط في المعاملة حتى ولو كان كاشف لكل القلوب والأشخاص. كان له الآلاف من الأولاد ومحبيه في كل مكان ذهب إليه. كان كل مكان يذهب إليه يعلم بعدم وجود مذبح للرب فيه، يجاهد إلى أن يعمل مذبحا للرب فيه. عمر في البلاد جدا على مستوى النفوس والتعمير. أحب الأطفال جدا وهم كانوا يحبونه أكثر، وكان حوار ملائكي بينهم لا أحد يعلمه. كان قديس يحب الصلاة والتسبحة وأقوال الآباء القديسين. امتلك من المواهب والفضائل الكثير جدا. حدثت الكثير من المعجزات باسمه وما زالت تحدث. كل مكان حل به امتلأ من البركة والخير. كان يوقد سراجه بدموع عينيه، فأصبح نور متوهج يثب داخل النفس المتعطشة للحياة الروحية، وانتقل بسلام إلى حضن أبيه والقديسين بعدما أكمل السعي والجهاد. شفاعته تكون مع جميعنا آمين. وقد انتقل في 14 من شهر 8 2017. شفاعته فلتكن مع جميعنا آمين، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.